بزاف ديال الدراري هنا في المغرب عندهم مواهب ديال بصح في الكره واحلين وما عارفينش فين غادي يبداو، ما عارفينش فين غادي يمشيو، وما عارفين شنو غادي يديروا باش يوصلوا في الكره هنا في المغرب. كيمشيو تيستيو بعض الفراعي ما كيعقبلهمش بحجه ان الدراري وحدين اخرين احسن منهم. حنا عارفين باللي هنا في المغرب باقا عندنا ديك القضيه في الكره ديال باك صاحبي ودا ولد صاحبي ودا غادي نخدموا ودا غادي نلعبوا. المهم هذا ماشي الموضوع ديالنا، غادي نهضر كيفاش تقدر تنقذ راسك بالكره بلا حتى شي فرقه، وتقدر مستقبلا تدبر شي فرقه وتولي واحد من النجوم ديال العالم الا كنتي موهوب وتسايق في القدرات ديالك وقادر انك تضرب تماره وتكرفص وتريني ديال بصح وباغي تمشي بعيد في كره القدم. تقدر تشوف هذا الفيديو هذا يبدل لك الحياه ديالك اخويا. اول واحد غادي نهضروا عليه هو رسيبه. ما كايناش دابا اللي ما كيعرفش رسيبه قبل عامين ما كانش. رسيبه كان مسكين كينوض كيضرب تباره مع الوالد ديالو في الفلاحه في البرازيل. كاملين كنعرفوا رسيبه مسكين كيفاش تقاتل، كيفاش عاش واحد الفقر ديال بصح في البرازيل، كارفص ديال بصح. ودابا كتشوفوا رسيبه مع ليونيل ميسي في حفل ديال البالون دور في كاس العالم. رسيبه بالبلعه ديال بصح. رسيبه الفلوس ولات كتشتت عليه من حيث لا يدري. رسيبه التليفون ديالو بالتيك توك فقط قدر يغير المستقبل ديال الحياه ديالو. في هذا الفيديو غادي نوريك بعض الخطوات اللي غادي ديرها باش تقدر حتى انت تنجح بحالك بحال سبيد بحال بزاف ديال الناس. غادي نقول لك شي حوايج خصك تتبعهم ضروري الا بغيتي تنجح ولا بغيتي تبدا تدخل فلوس ولا بغيتي حتى انت تبدل الحياه ديالك ولا بغيتي حتى انت تولي واحد من افضل اللاعبين في العالم مستقبلا. اول حاجه غادي نبداو بالقصه ديال رسيبه. كيفاش نجح رسيبه؟ وهاد القصه ديالو غادي تعاونك بزاف الا كنتي انت باغي تنجح في كره القدم. كان خدام مع الوالد ديالو في الفلاحه من العشيه للعشيه، عنده واحد الوقت كيبقى له فارغ من ديك الخمسه لسته. كانوا كيعودوا لواحد الكامب وحدهم، راه كتشوفوا داك التيران راه محرتك ديال بصح ماشي تيران ديال التصوير. المهم الدري كيبان عفوي، الدري كيبان ضحوك، الدري كيبان. هاد القضيه هادي خصكم تركزوا عليها مزيان. ماشي كيقول علاش ما دعمونيش، علاش هذيك كيحط بالون كتبان الموهبه ديال اللعاب، كيبان الشوط ديال اللعاب، كيبان الكونترول ديالو، المهارات ديال اللعاب. بدا هو كيباكي ديما كرات كينشرهم في التيك توك عادي، ما كانش عنده التفاعل في الاول بحال اي انسان راه كيبدا. ما يمكنش تفتح قناه اليوم غدا تجيب 100,000 300,000 قليل. دوك الفيديوهات شويه بداو كيتشهروا. واحد النهار غادي يحط واحد الفيديو كان لابس الطوني ديال نيمار، هنا غادي يضرب واحد الكره اللي واعره ديال بصح. هذاك الفيديو في 10 دقائق غادي يجيب له 15 مليون مشاهده. هنا كلشي غادي يشوفوا نيمار، غادي يدوز داك الفيديو عنده. هنا الحياه ديالو غادي تبدا تزدهر، غادي يبداو يجيو اشعارات، غادي يبداو يجيو عروض. هذاك الدري بما انه عفوي الشركات بداو كيقلبوا على هذاك الوجه الاعلامي ديال داك الدري، ضحوكي داك الدري في شكل. المهم الناس بدات كتقلب على الوجه ديال رسيبه، كلشي بداو كيعرف رسيبه، بداو كيجيو اشعارات. خونا بدا كيدبر له الفلوس. مؤخرا ولا كيطلع في الحفل ديال البالون دور كسر شحال كيطيو على الاقل واحد $1,000,000، هي مليار مغربيه. كتخيل معايا الارقام. بنادم باش يتشهر اول حاجه ما خصوش يتصنع شي شخصيه اللي ماشي ديالو، خصو يمشي بالشخصيه ديالو اللي كيعرفوا بها كلشي. ضحوكي ولا كيما انت خصك تكون يدك. بزاف ديال الناس في المغرب حاولوا يجربوا هذه ولكن فشلت معاهم، ولكن انا غادي نقول لك علاش فشلت لهم هذه القضيه في المغرب. هذوك الناس اللي جربوا هذه القضيه هذه في المغرب وكيقولوا بلي ما استطعتلهمش، هما كيبغيو ديما يبقاو يبينوا بلي هما معصبين ماشي عفويين، كيتصنعوا شي حوايج اللي ماشي ديالهم، كيكذبوا بعض المرات، كيزيدوا في المونتاج. السايبر راه ما كانش داير هذاك الشيء، هو كيتسنى الدخل ديالو، كان دايرو ترفيه، كان دايرو ضحك، كيتسنى المشاهده، ضحك هو خالقها كيبارطاجي داك الشيء اللي كيدير. اما اللي هنا في المغرب لا، كيتصنعوا، كيخطاو في بعض المدربين. المهم العلاقه ديالهم كتبان ماشي مزيانه مع الناس. موهبه واعره عندنا هنا هو لولا الظروف، ولكن هو بعض المرات كيبقى يزيد شي حوايج، كيبقى يكذب، كيبقى يوصل لشي حوايج يعني اللي كتخلي الناس ما تقلبش على هذا الوجه، ما كتبغيش يكون وجه اعلامي ديالها. اما لا كنت انت مثلا ضحوكي وعفوي وكتنشر فيديوهات ديالك، وحاول انك تبقى تدخل لونجلي، حاول انك ديما تلبس التونيات ديال اللعابه ديال الكره. هاد القضيه راه كتعاون، خصوصا دابا انت في المغرب لبس التونيات ديال اللعابه ديال المغرب باش يبارطاجيوك اللعابه ديال المغرب. من بعد غادي تبدا تشهر. صامم بالله اخويا وتبعتي هاد الطريقه هذه حتى غادي تشهر. اذا ما نجحتيش مثلا في كره، ما جاوش عندك فرق، تقدر ديرها في يوتيوب وتربح من المشاهده بحال اي صانع محتوى، تولي صانع محتوى. المهم تبدا تدخل فلوس من داكشي اللي كتبغي، انت كتدخل فلوس وكدير داكشي اللي باغي. مع الوقت ان شاء الله غادي تجيك عروض من بعض الفرق الكبرى، وان شاء الله راه غادي تنجح اخويا. انا متاكد باللي الا تبعتي هاد الطريقه هذه راك غادي تنجح، خصوصا الا كنتي مثلا موهوب وكتعجبك الكره، تبدا تريني وتطور من راسك وتولي واحد الموهبه واعره في المستقبل. ما يمكنش ما يجي شي واحد يقول لك ترى ما تنجحش، دير داكشي اللي بغيتي. تبقى شي مزروب تقول مثلا علاش ما حطيتش اليوم، علاش ما جاش التفاعل، علاش ما حطيتش هذا، علاش ما جاش التفاعل. التفاعل غادي يجي ان شاء الله مع الوقت، بما انك انت كتبغي هذه الرياضه وبما انك انت كتعجبك هذه الرياضه وكيبان لك راسك بلي موهوب في هذه الرياضه، فراه غادي توصل بعيد اخويا. خير مثال واحد اخر هو سبيد. سبيد واحد الشخصيه اللي مشهوره، واحد الشخصيه اللي واعره. هو هذاك الشخص علاش سبيد نجح؟ علاش سبيد نجح؟ على سبيد عنده الفلوس، على سبيد وصل لهذا الشيء هذا. علاش؟ لانه شخص عفوي، ما كيجيبش شي افكار ماشي ديالو، ما كيديرش شي حاجه ما باغيهاش، هو داكشي اللي باغيه كيديرو، كيعطيه فيه، كيضحك. الشخصيه ديالو الواقعيه دايرها في انستغرام والناس تعجبها هذيك الشخصيه. حتى هو كيحضر حفلات بالون دور، كيتلاقى مع ميسي. سبيد حتى هو دبر على راسو، مع ان سبيد والديه ما كانوش باغيو هادشي، ابو فلات هو باغي داكشي خصك ديرو اخويا، ما يجيش شي واحد يدوخك. ولكن انا غادي ننصحك بواحد الحاجه مهمه، ضروري هاد الحاجه هادي
اللي خصك دير، ما تبداش في التيك توك دابا. التيك توك مع انه الريتش غادي يعجبك في الاول، تيك توك غضرب واحد شويه ديال الوقت غادي كيطيح الريتش. انا كنصحك تبدا في اليوتيوب، يوتيوب شورت، ما تبداش في يوتيوب فيديوهات طويله حتى هذه فيها المعاناه وكتربح من المشاهده وكتربح اكثر. فيديوهات طوال بحال هاد اللي كتفرج فيه كتربح اكثر ديال الفلوس، مثلا واحد 1000 مشاهده تربح عليها واحد 10 دراهم، 100000 مشاهده تربح عليها 1000 درهم، مليون مشاهده كتربح عليها 10000 درهم، فيها واحد الربح مالي مزيون. ولكن ما غاديش تشهر بالزربه، بغيتي تشهر بالزربه يوتيوب شورت ونشر 2 الفيديوهات في النهار وما تخلطش بين الفيديوهات الطوال والفيديوهات القصار. ديما هذه تبعها، فيديوهات قصار 2 فيديوهات في النهار يوميا 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 يوميا، لمده شهر غادي تبان لك النتيجه، مده شهر غادي تبدا تشهر، مده شهر غادي يبداو يعرفوك الناس، مده شهر انت غادي تبدا تبان، مده شهر غادي تولي انت راضي على داكشي اللي درتيه. حتى داك التصوير ديالك ديال النهار الاول ما غاديش يكون هو مور شهر. اي واحد الا رجعتي للفيديو ديالو الاول كتلقى فيديو خايب، فيديو ماشي زوين، ولكن بعد شهر بعد شهرين كتلقاه دار واحد الريزولطا اللي واعره ديال بصح. المهم اخوتي هذه هي الفكره اللي بغيت نبارطاجيها معكم اليوم، وكنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. ان شاء الله نديروا فيديوهات اخرين على بزاف ديال المواضيع، بزاف ديال الامريكانيين كيديروه وكينجح معاهم. قلت علاش لا ولاد البلاد ما يبقاوش يديروها بالطريقه هذه وينجحوا حتى هما ان شاء الله ونشوفوهم في اماكن عليا. خوتي تهلا.